يعتبر أمين عدلي مهاجم باير ليفركوزن أحد المواهب الصاعدة في أوروبا بعد المستويات الفنية المميزة التي يقدمها مع ناديه الحالي. ويحظى عدلي بمكانة خاصة لدى إدارة ليفركوزن، والذي انضم إليها في فترة الانتقال الصيفية عام 2021 قادما من تولوز الفرنسي بموجب عقد يمتد إلى 2026. وبالرغم من أن اللاعب عبر عن الرغبة في مواصلة حمل قميص منتخب فرنسا في العديد من المناسبات، إلا أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يفقد الأمل في الظفر بخدمة هذا اللاعب الواعد، ولا سيما أن سنه الحالي يسمح له بتغيير الجنسية الرياضية حتى يتمكن من الالتحاق بمنتخب الأسود. وكشفت المصادر أن مدرب المنتخب المغربي ما زال يطمح في تراجع عدلي عن قرار اللعب لمنتخب فرنسا في ظل النتائج المبهرة التي يحققها المنتخب المغربي في الفترة الحالية. وأضاف المصدر أن الركراكي قرر فتح الباب مجددا أمام عدلي الانضمام إلى المنتخب بعدما ظل يتردد في تلبية دعوة في الفترة الأخيرة. ووفقا للمصادر فإن الركراكي يستعد لإفاد أحد مساعديه إلى ألمانيا من أجل متابعة إحدى مباريات باير ليفركوزن في البوندسليغا للوقوف على مؤهلات اللاعب عدلي الفنية والبدنية قبل العرض عليها تمثيل المنتخب في المرحلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يستعمل الاتحاد المغربي ورقة اللاعبين الشباب الملتحقين أخيرا بصفوف المنتخب من أجل تحفيز اللاعب عدلي على تغيير جنسيته الرياضية.